لو بتدور على موقع ذكاء اصطناعي يخلص لك شغلك في وقت قليل ومتاح فيه كل المزايا، من سواء كنت هتنشئ فيديو أو هتعدل صورة أو هتعمل صورة. جايب لك في فيديو النهاردة موقع ممكن كتير من الناس ما تعرفش الموقع ده، بس هو موقع جميل جدا. يعتبر برضو أعلى من شات جي بي تي وجيميناي في كل خصائص والحاجات اللي انت تقدر تستخدمها، وحاجات برضو مش هتخطر على بالك. بس يا ريت تتابع الفيديو للنهاية عشان في كلام وشرح هيتقال، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وفي فيديو النهاردة طبعا جايب لكم شرح لموقع من أقوى مواقع الذكاء الاصطناعي. موقع طبعا زي ما حضراتكم متعودين ان انا بجيب لكم على القناة مواقع فريدة ومواقع فيها مميزات كتيرة جدا. موقع النهاردة هو موقع كيلينج 3. طبعا كيلينج 3 دي احدث نسخة نزلت من موقع كيلينج. طبعا كان في قبل كده كيلينج 2 والاصدارات اللي قبل كده. جايب لكم النهاردة احدث اصدار اللي هو الكيلينج 3. طيب هسيب لك رابط الموقع في الوصف. هتخش على طول على الموقع، هيفتح معاك بالصورة أو بالشكل اللي حضرتك شايفه ده كده. زي ما قلت لحضرتك متاح، لو جينا على خانة الإيميج، متاح كل حاجة خاصة بالإيميج. عايز تعدل، عايز تعمل أي حاجة موجود عليها. وموجود برضو النانو بنانا برو والجي بي تي أو الشات جي بي تي. وفي نسخ كتيرة جدا من مواقع عالمية، في مواقع ذكاء اصطناعي. ولو جيت على خانة الفيديو، برضو متاح نفس القصة من المحرك اللي حضرتك عايز أو الموديل اللي حضرتك عايز تستخدمه. طيب هتعمل أول حاجة تسجيل، أو هتسجل دخول على الموقع، وهتدوس على تسجيل بالبريد الإلكتروني. هتنتظر يحمل معاك ويفتح معاك الموقع. طبعا الموقع بعد ما بيفتح بيبقى بالشكل ده كده. طيب للي هيقول لي الموقع مش مجاني 100%، طبعا في حاجات مدفوعة أو ميزات مدفوعة. بعد ما بتسجل حضرتك الموقع بيبقى معاك بالشكل ده كده. تقدر أو متاح معاك حاجات كتيرة جدا، سواء تعديل صور أو إنشاء فيديوهات إلى آخره. ومتاح فيه حاجات الموقع برضو بيتحدث فيها على طول، تقدر تستخدمها. بيضيفوا محركات بحث وبيضيفوا أدوات ذكاء اصطناعي جديدة. لو جيت مثلا على خانة الفيديو، بتضغط على جنريت فيديو، بيبقى معاك بالشكل ده كده. طبعا جنريت فيديو دي تقدر تختار ستارت فريم دي او اند فريم، تقدر تختارها. والمالتي شوت دي تقدر تختار برضو تخليها تلقائي او تكون محددة. وبتكتب حضرتك البرومبت الخاص بالفيديو اللي عايز الموقع يعمله لحضرتك، وبتختار فريم الفيديو، سواء كنت عايز تعمل فيديو شورتس او فيديو طويل. وبتختار مدة الفيديو من هنا. تقدر تختار الديوريشن بتاعة الفيديو، عايز تخليه ثواني، دقايق، زي ما حضرتك عايز. بس انا بنصح حضرتك تستخدم او تستخدم النسخة المدفوعة، لان بيبقى فيها مزايا اكتر من النسخة المجانية او التجريبية. دي بالخلاصة من غير ما أكتر عليك في الشرح. حبيت أعرفك الموقع ده، وفي عجالة سريعة. الموقع ده متاح فيه مزايا كتيرة جدا، سواء من إنشاء فيديوهات أو إنشاء صور، أو حضرتك لو شغال في صناعة المحتوى أو بتكتب أكواد برمجية. الموقع ده يعتبر موقع شامل في أي أداة أو أي حاجة حضرتك عايز تعملها، متاحة في الموقع ده كده. طيب لو مثلا بعد ما بتسجل بالبريد الإلكتروني الخاص بيك، حبيت تنشئ فيديو، بتيجي على خانة الفيديو دي، متاح معاك زي ما حضرتك شايف
تعدل على فيديو لو شغال في التسويق، أو عايز تعمل فيديو، أو برضو متاح نسخة السيدانس والفيو، طبعا دي مشهورة جدا. وبرضو متاح الكيلينج 1 النسخة اللي قبل كده، والكيلينج 2.6، والكيلينج 3 دي أحدث نسخة نزلت تقدر تستخدمها. في الكيلينج 3 موشن كنترول دي لسه نازلة جديد، تقدر تستخدمها في صناعة برضو الفيديوهات، أو لو عايز تستخدمه في المحادثة. وفي الفايب موشن، في يعني مزايا كتير لو فضلت أشرح لك فيها الفيديو وقته هيطول جدا. أنا حبيت ألخص لك الموضوع وأعرفك الموقع ده كده، أو الموقع ده بيشتغل إزاي. هسيب لك رابط الموقع في الديسكريبشن، بتخش عليه وبتسجل، وزي ما قلت لحضرتك هتستفاد من الموقع ده كتير جدا. ويا ريت لو استفدت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم. وهيبقى فيه فيديو شرح كامل للموقع.